السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. بصوا قبل ما نقول انا بعمل ايه، بصوا المشروب اللي حاطه لهم. حاطه بنجر، على كمون، على نعناع، على اللهم صل عليك يا نبي، نعناع على بنجر على كمون، ودقة معاهم فصين توم، حبة توم كده، ضربتهم كلهم مع بعض وحطيتهم للطيور. بصوا بقى ما يشربوا الوصفة دي، التوم على النعناع على الكمون على البنجر، وانسي بقى المشروب السحري اللي انت تنيمي عليه طيورك. بص المشروب ده مشروب من الاخر هيخلي طيورك بصوا بصحة، بتديهم طاقة، بتديهم حيوية، حاجة زي الفل. البنجر حاجة أساسية عندي. طب النهاردة بقى قبل ما أقول لكم الفيديو بتاعي، اللي ما اشتركش في قناتي يشتركوا تشجعوني إن شاء الله. النهاردة نعمل وصفة مهمة قوي، اللي عايز بقى يسمن طيوره قبل دخلة رمضان. في ناس بتغلط غلطة وتحط شيشة بس، لا هتلاقي هتلاقي البط بتاعك مفرغ كده من جوه، مش مليان لحم ولا حاجه، هتلاقيه مهوي. طيب في ناس تحط رده بس، لا انا عايزه اقول لك الوصفه دي تعمليها للطيور بتاعتك وتدعي لي وتقولي لي فعلا انها جابت نتيجه معاكي. بص حبايبي، الوصفه دي عشان الناس اللي عايزه تسمن طيورها بقى قبل رمضان وتاكل بط اسمه بط، يعني حاجه كده من الاخر. بص البطايه دي عمرها ايه؟ تركو دي لسه ما كملتش، وشوفوا فيديوهاتي ما قفلتش شهر، انا جايباها في اول اسبوع في رجب. بصوا يا جماعه، ده عيش، قطعي العيش الحجم ده، حجم البط ده بيقرقضوا، يعني مش لازم لا تدقي ولا اقل من كده، هما بيقرقضوه بيخلصوه. جبت بطاطس وبشرتها، الافضل ان انت تبشريها احسن ما تسلقيها وتوجعي قلبك يعني. على البطاطس هتحطي حبة كركم. هتقولي لي يا بنتي يا البطاطس غالية، اقول لك لا مش غالية، انا ما بجيبش بطاطس نمبر 1، انا بجيبش بطاطس درجة اولى يعني. انا بجيب الكسرة، واروح اخر النهار كده بعد الساعة 10 بالليل عند اي خضري هتلاقي عنده البواقي، شيليها. جنيه هتلاقيها بربع جنيه. انا بقولك زي ما بجيب لنفسي، وساعات ما بيقولكيش بالكيلو، بيديك الشروه كده، خدي دول يما ب3 4 جنيه وخلاص. ادي البطاطس بشرتها وحطيت عليها اهم حاجه حبه الكركم، وده اقوى مضاد حيوي وحاجه مهمه جدا للطيور بتاعتك. هنحط البطاطس اهي اللي انا بشرتها والكركم اهو على العيش. طب هي كده بس يا بنتي يا بطل الوصفه اللي انت وجعتي قلبنا عليها؟ اقول لك لا والله، لا والله. هنحط بقى القمح. القمح من الحاجات المهمه جدا للطيور واللي الناس غفلانه عنها. القمح لما تحطي كمان حبه قمح كده، بصوا بقى ده وصفه اقسم بالله جباره. بصوا بقى القمح، اصبر. بصوا القمح على العيش على البطاطس على الكركم، اصبروا بس كده يا بنتي يا بطة ابدا. هتحطي كمان حبة ردة بس. الاكلة دي اوعي تقولي لي ان الطيور هتبقى هافة، ده لو عندك بقى بواقي اكل بيت ولا اي حاجة وحطيتيها. ايه رأيك في الوصفة دي؟ تحطيها للطيور بتاعتك قبل شهر رمضان. احنا دلوقتي في التوقيت اللي احنا فيه ده، المشروب الهايل ده لازم يبقى قدام طيورك على طول، مش معوداهم هيشربوه. حاجة طاقة، حاجة من الاخر. بنجر على على التوم على كمون على نعناع، حاجة روقان، حاجة مطهرة للمعدة، مضاد حيوي، فيتامين عالي جدا للطيور، حاجة مقوية، سكريات يا عم اكتر من كده ايه. هنا هتحطي نشويات، حطيت العيش وحطيت البطاطس، والبطاطس من الحاجة المهمة جدا للطيور بتاعتي. عيش على بطاطس على قمح، والقمح يا جماعة رخيص، بنص 8 كيلو العلف. اجيب علف ليه؟ ما انا عندي البديل الاحسن منه، عندي البديل. وحطيت الردة بس خلاص، وحطيت الكركم، لو حب الشطة كمان حطيتيهم اخر دلع واخر منجاه. ايه بقى
الوصفة دي وصفة جبارة، وصفة من الآخر، وصفة هايلة جدا للطيور بتاعتك، هتغذيها لك وفي نفس الوقت هتخلي الطيور بتاعتك تملى لحم. القمح من الحاجات المهمة للطيور على فكرة، في ناس ما بتحطوش. القمح ده عيش، القمح ده بيربي لحم، القمح مفيد جدا للطيور. البطاطس نشويات حاجة جبارة. الردة، العيش اكتر من الكركم تحطيه في ايه تاني احطه. في اكتر من كده وصفة تحطيها للطيور بتاعتك وتدلعيهم. الوصفة دي تخلي البطاية معاكي مبغلطة. بص البطاية عاملة ازاي، بص مالية مركزها ازاي، ده لسه ما مليتش، ده دي كمان. بص البطاية هناك عاملة ازاي. هتشربي. يبقى انا اديت مشروب رائع جدا واديت وصفة هايلة جدا للطيور بتاعتي. وكده تبقي انت لو استمرتي على الوصفة دي او على اي وصفة انا بقولك عليها للطيور بتاعتك، اتفرجي عليها تبقى عاملة ازاي. كل الوصفات اللي انا بعملها باذنك يا رب جايبه نتيجه هايله جدا في تربيه الطيور، لانها مجربه. وبعدين ايه اللي هو انا لازم احط علف واكلف نفسي؟ يا جماعه انسوا العلف ده خالص نهائي، علشان احنا نعرف نربي طيورنا. لو حطيناه في دماغنا مش هنربي، هنوقف التربيه نهائي. الوصفة دي لا فيها علف ولا حاجة، وأرخص بكتير، وفي نفس الوقت مغذية جدا 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 للطيور. زائد المشروب الهايل ده. على فكرة البطاية دي يا جماعة مش تعبانة، هو في طيور بتبقى فيها عيب خلقي، دي منهم ما فيهاش أي حاجة. بس هي يعني إيه لما تيجي تشرب اللي هو إيه يعني تبلع بقفاها كده، مش عارفه هي كده. حصلت معايا كذا مره ان اجيب بط يبقى في بطايه كده يعني فيها عيب خلقي. الوصفه دي وصفه هايله قوي للطيور بتاعتك، اعمليها للطيور. اوعي تاكلي رده بس او دشيشه بس، عشان في الحاله دي الطيور هتيجي تذبحيها قبل رمضان هتلاقيها هوا. لكن الوصفه اللي انا بقولك عليها دي وصفه هايله جدا، هتخلي الطيور بتاعتك بترمح رمح رمح رمح، وهتدعي لي والله. اعملوا الوصفات ديت. واهم حاجه المشروب ده، المشروب ده تحفه تحفه للطيور. عارفه لو انت مش حاطه اكل وضحكت عليهم وشربتهم المشروب ده هتلاقيهم بصحه وزي الفل. ليه؟ تديهم طاقه، تديهم سكريات، تديهم مضاد حيوي، تديهم فيتامين. عايزه ايه تاني؟ هنعوز ايه تاني بقى احسن من كده؟ اتمنى بقى ان وصفاتي تكون عجبتكم. عايزين نشد حنا الايام الجايه ديت، عايزين نعمل وصفات جباره كده. كل يوم هعمل لكم وصفه. انا امبارح كنت عامله وصفه حلوه جدا، وادي النهارده وصفه. كل يوم هعمل وصفه اللي يقدر. ليه بغير الوصفات يا جماعه؟ عشان اللي في مقداره حاجه يعملها، يعني ما نبقاش مرتبطين بوصفه معينه، بس ما في وصفه اقل من التانية. اتمنى ان يكون وصفتي بتعجبكم، وبفرح بتعليقاتكم، وبتمنى لكم يا رب الصحة والعافية والرزق، وربنا يا رب يوسع رزقنا جميعا. وأسيبكم في رعاية الله وأمنه. وما تنسونيش بقى بالاشتراكات، وادعوا لي كده ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا. اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.